النهارده هنعمل صينيه سمك فيليه وجمبري في الفرن معها صوص ليمون، والوصفه دي سهله جدا جدا جدا. هنحتاج حوالي نص كيلو جمبري، ويعني نص كيلو او كيلو سمك فيليه كده اي نوع. تتبيلته سهله جدا، هنحتاج ملح وفلفل، بودره بصل، بودره ثوم، واساسي مع اي حاجه سمك كمون. وانا عارفه اي حاجه بالكمون والليمون بتكون حلوه، بس ما تستعجلوش، في ليمون كتير قوي داخل كمان شويه. هندعك كل ده في بعضه. عملنا مساج لكل حاجه سوا كده وريحتها جامده جدا. تتبيله من الناحيه. وبعدين هجيب صينيه فرن، اي صينيه، ممكن بايركس، ممكن حاجه زي دي، المهم انها تدخل الفرن وتكون تمام. هنحط شويه زيت في الصينيه، وهنجيب بصل اخضر، واهم حاجه بس نقسمها نصين عشان الاجزاء اللي جوه دي تتكرمل في الفرن. هحطها، بعدين هجيب السمك وابتدي احطه في الصينيه، والجمبري كمان هحطه في الصينيه. في ناس بتحب تحط زيت وده تمام جدا، بس انا في الوصفه دي بالذات بحب احط شويه زبده، فهجيب حبه زبده واحط حتتين 3 حبه على كل حته سمك وشويه على الجمبري. ادخلها الفرن على درجه 200 لمده حوالي 20 دقيقه، يكون السمك والجمبري استوى على طول. تعالوا بقى نعمل الصوص. صوص ليمون كده مزز غني، فيه زبده وفيه كريمه وفيه ليمون كتير جدا. نبتدي بالزبده، حوالي 100 جرام زبده يسيحوا، واول ما يسيحوا هحط معلقه كبيره قوي ثوم مفروم، وبعدين هنحط اساسي لازم ملح وفلفل. ملح نص معلقه مش كتير، وكمان فلفل. نقلبهم في بعض كويس، واول ما تبقلل هحط شبت، يعني معلقتين كبار شبت، وعليهم كمان معلقه مستردة. نقلبهم كويس. اول ما يبقلل تاني هعصر عليه عصير ليمون تاني. كده حطينا الليمون، ودلوقتي اخر مكون معانا في الصوص كريمه طهي. هنحط حوالي نص كوبايه. نقلبهم كده كويس، على طول هيبتدي يتقل معانا ويعمل صوص جميل جدا جدا. كده تقلت وعملت اجمل صوص ليمون، وكده الصوص خلص. دي الصينيه بتاعتنا، قعدت تلت ساعه في الفرن، والسمك استوى والجمبري استوى، وفتحت عليه الشوايه شويه كده في الاخر عشان ياخد حبه لون. ايه رايكم؟ وكمان معانا صوص الليمون. عاوزين تحطوا حبه كتار، حبه قليلين، انتوا حرين. عاوزين تاخدوه وتحطوا ديبنج، تمام جدا عند الجمبري، وممكن حبه كمان فوق السمك. ترى بقى طعمه ايه الجمبريايه؟ تحفه. تعالوا نشوف السمك عمل ايه. بيضه ومستويه ومفيش اي عظم خالص. ولازم تجربوها.